مساء الخير يا جماعة، وأهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن أماكن في الوطن العربي مليانة أسرار غامضة، أماكن الناس بتخاف تروحها. بس النهاردة هنعرف مع بعض الحكايات اللي بتحصل جواها، حكايات من الماضي، جرائم وأحداث مش هتصدقها، وكأن الزمن مش عايز يسيبها. فاستعدوا معانا لأننا هنبدأ في رحلة جديدة مليانة تشويق. أول مكان هنروح له النهاردة هو قلعة قايتباي في اسكندرية، القلعة الشهيرة اللي بتطل على البحر. القلعة دي مش بس مكان تاريخي، دي كمان مليانة حكايات مرعبة. اتبنت في القرن ال15 عشان تحمي المدينة من الغزاة، لكن بعد ما اتفتحت للجمهور بدأ يظهر فيها حاجات غريبة جدا. القلعة دي دايما كانت مكان للأحداث الكبيرة، وكانت شاهدة على الحروب والمذابح. لكن الحكايات اللي بتحكي عن المكان ده بتقول إن في حاجات مش طبيعية بتحصل فيه. في ناس كتير بتقول إنهم شافوا زلال في الممرات المظلمة، وبيحكوا إنهم حسوا بشيء غريب جدا في الجو. وكمان في واحدة من أشهر الحكايات قالوا إن الشيخ أبو حسن اللي كان عايش هنا زمان اختفى بشكل غامض، وبعد كده كانوا بيشوفوا صورته أو حتى يحسوا بوجوده في المكان. في واحد من الأيام كان في واحد من الزوار واقف قدام القلعة، وبيحكي إنه حس بشيء غريب جدا، حاجة كده بتبرد قلبه. فكر إنه لوحده، لكن فجأة سمع صوت خطوات وراه. لما لف ملقاش حد خالص، لكن الغريب إنه لقى باب القاعة الرئيسية فاتح، مع إنه كان متأكد إنه كان مقفول قبل ما يعدي منه. أما الحكاية الشهيرة عن الحارس اللي كان بيشتغل في القلعة، بيقول إن في ليلة من الليالي وهو ماشي في الممرات حس بشيء تقيل في الجو، وبعد ما لف لقى باب مفتوح قدامه، ودخل القلعة لقى صورة كبيرة للشيخ أبو الحسن، كانت كأنها بتراقب كل حركات في القلعة. وفي نفس اللحظة حس بحاجة مش طبيعية، وكأن الشيخ نفسه لسه موجود. دلوقتي هننقل لقصر عابدين في القاهرة، واحد من أكبر وأهم القصور في مصر. القصر ده كان مكان للحكم والقرارات المصرية، لكن ورا حيطانه فيه أسرار وحكايات غامضة كتير. اتبنى في عهد الخديوي إسماعيل، وكان محل إقامة الملوك، لكن المكان ده مليان برضه بحكايات مش هتصدقوها. في ناس كتير حتى الحراس اللي اشتغلوا فيه بيقولوا إنهم حسوا بحاجة مش طبيعية في القصر. واحد منهم حكى إنه كان في ليلة من الليالي وهو بيمشي في القصر حس بشيء غريب جدا، وكأن في حد بيراقبه. قرر يدخل إحدى الغرف المغلقة، ولما دخل لقى نفسه قدام صورة كبيرة للملك فاروق، وكأن الصورة دي كانت بتراقب كل حاجة في المكان. بعدها حس بحاجة غريبة جدا، وكأن الملك فاروق نفسه لسه موجود في القصر. في يوم من الأيام قال واحد من الزوار إنه كان بيزور القصر في الليل، وفجأة سمع صوت همسات في أرجاء القصر، ولما راح يفتش المكان ملقاش حد، لكن لما رجع حس بوجود حاجة تانية، وكأن القصر مش فاضي زي ما هو بيظهر. في ناس بتقول إنهم شافوا أضواء غريبة جدا في القاعات، ومفيش شك إن القصر ده مليان بأسرار. هل هو مليان فعلا بالأرواح؟ هل الملك فاروق لسه بيعيش جواه؟ ده سؤال مش سهل الإجابة عليه. أما لو هنتكلم عن مكان تاني مليان أسرار، لازم نتكلم عن قناطر أسيوط. القناطر دي رغم إنها واحدة من أكبر المشروعات الهندسية في مصر، إلا إن في ناس كتير بتحكي عن حكايات مرعبة حصلت هناك. في إحدى الليالي كان في شاب شغال في بناء القناطر، وحكى إنه كان بيمشي في المكان، ولما وصل لحد منطقة معينة حس بحاجة غريبة جدا، وكأن في حاجة بتحوم حواليه. سمع أصوات وخطوات وراه، ولما لف ملقاش حد، وبعد شوية سمع أصوات غريبة زي أصوات ضحك، لكن المكان كان فاضي. في حكاية تانية بيقول العمال إنه كان بيشتغل في بناء القناطر، وفي يوم من الأيام حس بشيء غريب جدا، وبعدين بدأ يسمع أصوات غريبة جدا، وده كان في المنطقة القريبة من النهر. رغم إنه ما كانش في حد، الصوت كان واضح جدا، وكأن في ناس بتتألم. هل كل ده كان خيال ولا في شيء فعلا موجود في المكان ده؟ الله أعلم. وما ننساش جبل الدخان في السعودية، الجبل اللي محدش بيقدر يقرب منه بالليل. الجبل ده معروف انه كان معقل للقبائل القديمة، وكان في نفس الوقت مكان للحروب والصراعات. لكن في حكايات كتير بتقول ان المكان ده مليان بأرواح الناس اللي ماتوا في المعارك. واحدة من الحكايات بتحكي عن مجموعة من الرحالة اللي دخلوا الجبل
في ليلة مظلمة. وهم ماشيين حسوا بحاجة غريبة جدا. في البداية فكروا إنه مجرد إحساس عابر، لكن مع الوقت بدأوا يسمعوا أصوات غريبة جدا زي أصوات خيول بتجري. بعدها شافوا زلال على الجبل. الزلال كانت ضخمة وبتتحرك بسرعة وكأنها بتراقبهم. هل كل دي فعلا أرواح؟ هل الجبل ده مليان بحكايات قديمة لدرجة إنه بيحتفظ بالذكريات؟ وها إحنا وصلنا لنهاية الرحلة. كل مكان زرناه النهاردة كان مليان بالأسرار، وكل زاوية فيه كانت بتحكي قصة من الزمن البعيد. أماكن زي القلعة والقصر والقناطر كلها مليانة بتجارب ما نقدرش ننكرها، سواء كانت أرواح أو مجرد ذكريات. لو عجبتكم الرحلة دي وعايزين تعرفوا أكتر عن أماكن تانية، ياريت تشاركوا الفيديو وتكتبوا لنا في الكومنتات، ومتنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل الحكايات الجديدة. أشوفكم في الحلقة الجاية.